بلا شك كلكم شفتوا اش واقع دابا في المغرب. اي واحد راكب على موطور ممكن انه يمشي ليه في اي لحظه. السبب هو الحمله اللي كاينه دابا. هادشي بسبب حادثه وقعت في الدار البيضاء، ولات حمله وطنيه شامله، بوليس، حملات، مراقبه مشدده، واصحاب المطار كاملين داخلين في الحساب، سواء المطار الكبار وسواء حتى المطار الصغار. اليوم في هذا الفيديو غادي نفسر لك شنو واقع بالضبط، علاش ولات هذه الحمله، وشنو هما القوانين الحقيقيه اللي كاينه دابا، وشنو كتقول نارسا في هادشي، واش هادشي غادي يتاثر على السوق الدراجات الناريه. بقى معايا حيت هذا الفيديو مهم لاي واحد عنده موطور، وفيها نفسر لكم شنو طاري. دونك معكم شاك رايدر، ويلا نبداو. القصه بدات في الدار البيضاء منطقه الرحمه. شاب كان سايق موطور فوق الممر الخاص بالباصواي، جا شرطي باش يوقفوا، ولكن الشاب ما وقفش، وقع احتكاك مباشر بيناتهم وطاحوا بجوج في الارض. الفيديو انتشر بسرعه في السوشيال ميديا، بعض الناس قالوا من الموطور هو اللي خطا، والناس اخرين قالوا التدخل ديال البوليسي اللي هو اللي كان عنيف، والنتيجه كانت واضحه، تعتقل الشاب، وبدات الحمله كبيره على اصحاب الدراجات الناريه من جديد. هاد الحمله ماشي غير بسبب حادثه وحده، حادثه كانت فقط بدايه شراره، كاينين اسباب كبار منهم الفوضى في السياقه. وبصراحه بزاف ديال الماطر كيدخلوا في لوطوروت، كيدوزوا في الضوء الاحمر، كيسوقوا بلا اضواء وبلا ماتريكول، كيهربوا من المراقبه لدرجه كاين اللي كيمشي في اتجاه الممنوع غير باش يتفادى البراج. هادشي خلى السلطات تشدد المراقبه وتحط الدراجات الناريه في عينيها. وثانيا ارتفاع الحوادث السير. فالاحصائيات كتقول باللي نسبه كبيره من الحوادث السير في المغرب فيها دراجات ناريه هما السبب، وخصوصا في المجالات الحضاريه. وثالث حاجه الضغط الراي العام، الناس بزاف ولات كتشكي المطر ولاو خطر. غنخليكم تسمعوا واحد الروبورتاج داز في الراديو. غادي ناخذوا ملكه من تيزنيت المستمعه الوفيه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام اختي فيها. مرحبا ملكه. الموضوع ديال اليوم صراحه راه كيخلعنا حنا كاملين كمواطنين، حيت هذا الموطور رجع بحال شي قنبله موقوته في داخل الشوارع المغربيه. نعم. والكثره ديالهم انا لما كنحمل المسؤوليه كنحمل اولا الدوله اللي خلات بدا هذا الموطور يدخل بهذه الطريقه للمغرب. ثانيا يكون شي قانون يمنع بعدا الدراري القاصرين، ممنوع منعا كليا يسوق موطور. زائد الازعاج اللي كيدير هذا الموطور مع شنو كيديروا فيه، كيولي واحد الصوت كيخلع يعني اكثر. يعني كان بالليل 12 بالليل وحده الليل بغينا الناس كيتسرعوا، ما كتناسش معاهم والله العظيم يعني ترى كيخوف. والوالدين هما اللي كيمشيو في الرجيم ساكن، راه الوالدين الله يسمح لنا من الوالدين، لانه كما ذكر السيد كاين الاباء اللي الاطفال او الابناء اللي كيلزموا والديهم، ربما ما عندهمش حتى الامكانيات ما كتسمحش، كيمشي يتسلف ويتكلف ويسكريدي باش ياخذوا موطور لان صاحبه عنده موطور. شكرا لك ملكه من تيزنيت. مستمع اسماعيل معك عمر من مراكش. اتحدى الجميع انك تلقى في الملتقيات الطرقيه بمدينه مراكش احتراما للاشاره الضوئيه من طرف مستعملي الدراجات ذات المحرك، وذلك رغم وجود رجال الشرطة ودون تدخلهم. بالله عليكم هل ستكون النتيجة نفسها إذا قمنا بالتجربة مع مستعمل التروتينات؟ ناخذ عبد العزيز أحمد من أكاديم. هذا ماشي المرة الأولى كتهضري على هذا الموضوع هذا، ولكن كما تنقولوا الموضوع هو حديث الساعة. خصوصا الأوديو الأخر، الفيديو الأخر اللي شاهدناه عبر مواقع التواصل اللي هو صراحة كيدمي القلب وكيردنا رغم ما تطورنا ورغم ما تقدمنا ورغم ما ان كناديو بالتقدم بالبلاد ديالنا بحال هذوك الحوايج كيردونا لاسفل سافلين. ما عرفتش انا حيت حنا واحد القضيه نلاحظوها في هذا الشعب الزوين ديالنا، اقسم لك بالله الا ضربتي على جيبو الا كيتردع. حنا كنخافوا ما كنحشموا. علاش اختي فيها ملي كانت خرجت واحد الخرجه بان الماطر ناضت لهم واحد الحمله، اقسم لك بالله ما بقيناش كنسمعوا الصوت ديال شي موتور ولا مول الموتور كيتم غادي هادي ومدريوش ومحترم غير مباشره ما عرفت داك القرار منين خرج عاوتاني ديال راه ترفع رجعت ثاني الحالمه العاده القديمه ولا الحوادث وما بقاش وكيخيطوا ما بين. اش غنقول لك اختي سير والله لا داك الشيء يدمي القلب. هاد الناس هاد الموتور حنا خاصنا قوانين بشريه بكل صراحه باش كيتشرى الموتور تعطيه البروسي بحاله. اقسم لك لا باقي شتي شي واحد كيرتكب شي مخالفه.
شكرا لك احمد من اكادير. شكرا استاذ بريبر، شكرا لك انت معنا من مدينه الدار البيضاء. اذا كيقول بانه اليوم هذه القوانين اللي كاينه غير كافيه، خاص الزجر ثم الزجر ثم الزجر والتشديد حق المخالفين. اكيد تشديد نعم في عمليه الزجر. غير هو انا كان ناخذ واحد النقطه اخرى تكلم عليها احد المواطنين. فهذه الدراجات بعض المرات اللي كيتحمل عاوتاني المسؤوليه هما الجماعات المحليه والوزاره المكلفه بتجهيز بعض الطرقات. بعض المرات كتلقى ما عنده مسلك، ما داير ليه لا مسلك، ما داير ليه شريط، ما داير ليه ممر خاص بالدراجات، وان وجد كتلقى الطوموبيلات مستاسيونين فيه او كيمشيو فيه. فباش نبينوا حنا كسائقين وسائقين المركبات العاديه، باش نبينوا اننا كنحترموا هذوك الناس، اول حاجه نخليو ليهم اليمين ديالهم، بعدا ما نعمروش ليهم اليمين ديالهم، ما نعمروش ليهم الطريق ديالهم. حتى الا انا ما مشيتش ليه في طريقه وعطيته الطريق ديالو وعطيته الصلاحيات ديالو، من بعد حتى الا حاسبته كنلقى ان عندي الاسباب وعندي المبررات باش نحاسبه. كيف سمعتوا، خصوصا الناس اللي كبار في السن، وهاتي خلى الدوله تدخل بكل القوه ديالها وبدات في حل هذه المساله. نارسا الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، يعني الجهه اللي كتنظم قوانين السير في المغرب، دارت خطه فيها حملات المراقبه مكثفه، تشديد على الخوضه، محاربه التعديل العشوائي، مراقبه الصوت المزعج للبو، وحظر الاستيراد. غادي تمنع دخول الدراجات الناريه ذات المحركات القابله للتعديل والزياده في السرعه ديالها بحال المطر اللي اصلا بسببهم بدات هذه الحمله. وغادي يعتمدوا على الكاميرات المتطوره لرصد المخالفات الجسيمه والزجر الصارم للمخالفين، وغادي يشدوا الرقابه على جوده ديال الكاسكات المستخدمه وضروره مطابقتها المعايير القانونيه، يعني كاسك صغير غير بدلو. ومازال غادي يزيدوا قوانين اخرين. من بين القوانين اللي حاليا كاينين واللي كينساوها الناس هي الخوذه اجباريه، يعني الا ما لابسش الكاسك فغرامه. ودابا كاين حتى الحجز، والماتريكول خص يكون واضح، بلا كتكون مقاده، يعني بلاكه عوجه ولا صغيره ولا كطوى فهي ممنوعه. واي موتور بلا بلاكه واضحه غادي تحجز مباشره. الضجيج المفرط ممنوع، البو معدل اللي كيدير صوت عالي راه مخالف للقانون، وهادشي الناس اللي ما عارفينوش. والتامين خلاص، اسيرونس راه شي حاجه اللي واجبه وما معاش الضحك. اي واحد ما عندوش لاسيرونس يتوادع مع الموتور ديالو ويتسنى المحكمه. ممنوع السير في الطريطوار، ممرات الباسواي، ممرات الترامواي والانتيردي والطرق السيار ولي سوتيران بالنسبه للمطار صغار. هادشي كامل ممنوع وخاص الناس تطبقوا. بالنسبه للراي الشخصي بصراحه كاين شقين. الشق الاول، نعم كاين الظلم لبعض الناس، كاين اللي سايق موتور ديالو قانوني وكيطيح في الحملات، وهادو هما اللي كيبقاو فيا هما الضحيه ديال هذه الحمله. وكاين اصحاب الفوضى الحقيقيه وهما السبب اصلا ديال هذه المشاكل، وفعلا خاصه بالتنظيم. المشكل ماشي في الموتور، المشكل في الثقافه الطرقيه وقله المعرفه والجهل. المطر اللي من الماركات الصينيه حاليا غادي يتاثروا ويوقعوا تغييرات كبار. الحمله غادي تاثر عليهم بعده طرق. اول حاجه انخفاض المبيعات، الناس غادي تخاف تشري موتور جديد دابا، وهادشي اصلا دابا حنا كنشوفوه. والمطر اللي شينوا وكيتبريبارو بزاف، الضواء والديكور الماكينه، هادشي يبدا يتمنع ويتستهدف حتى المطر كبار بحال البلان اللي طرا في لي فارسوكور. وهادشي غير اللي بدا دابا واللي جاي مازال كبير. دابا السؤال كيفاش نقدروا نخرجوا حنايا من هذا المشكل؟ الحل كاين عندنا حنايا كناس، خاصنا نوعاو، خصوصا الشباب والقاصرين، خاصنا نحترموا القانون ديال السير، نتعلموا الثقافه ديال السوقان. راه ميمكنش بعض المرات كنشوف شي واحد بموتور مدخل موتورو وسط الطوموبيلات في لومبوطياج ومع ذلك كيكلاكسوني، راه قمه ديال العبث وقمه ديال الكلاخ. واش بنادم كلخ لا الدرجه وبلا ما ندوي على ديك الفئه اللي خارجه على القانون، فين ما كان يمشي اليمين اليسار، فوق انتيردي، فوق الباسواي، فوق السكه ديال الترامواي، فوق الطريطوار، هادو راه خاصهم المنفى والله القسم. وبسببهم كلشي كيولي فوضى، وبسببهم ناضت هذه الحمله. انا كيوتيوبر مغربي موطار حقيقي كنحاول نوصل لكم صوتي بصوت جميع لي موطار الحقيقيين، وكنحاول نوريكم ونشجعكم ونعطيكم حلول للمشاكل. ولكن دابا فات الحاله فاحنا سبب ديال المشاكل ديالنا، ولهذا حنا اللي خاصنا نلقاو حلول لراسنا. وهادشي ما يمكنش يتحقق الا باليد في اليد. وبارطاجي هذا الفيديو مع كاع الدراري اللي عندهم موتور باش الفكره تعم وكلشي توصل ليه الفكره. وفي الاخير الموتور ماشي جريمه، ولكن الاستعمال الغلط ديالو هو المشكل. الحمله دابا قاصحه، ولكن ممكن تكون بدايه تنظيم حقيقي في المغرب. ولكن انت راكب على موتور سوق بالعقل، احترم راسك قبل ما تحترم القانون. وإلا بصح بغيتي الفكره تنتشر بارطاجي هذا الفيديو. في الفيديو فيه شويه ديال الجباد الودنين،